اهلا وسهلا بيكم، ويك اند سعيد عليكم، ويا رب ملخص النهارده يعجبكم. بس قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو عجبت ملخصنا ما تنساش تدعمنا باللايك المتين. بيبدأ الفيلم بكاتب بيعرفنا أبطال قصته وهو بيكتبها، وبيقول لنا إن أول واحدة في قصته اسمها فوليت وعندها 14 سنة وبتعتبر من أصغر المخترعين في العالم، وكانت بتستخدم الأدوات المهملة اللي حواليها ومحدش محتاجها في اختراعاتها، وكانت تنجح دايما إنها تبهر اللي حواليها باللي بتعمله. وتاني واحد في القصة كلاوس أخو فوليت الصغير، واللي كان بيحب الكتب والقراية بشكل كبير، واللي ساعده في كده مكتبة القصر بتاعهم اللي كان فيها آلاف الكتب عن أي موضوع بيحتاجه، وكان الحاجة اللي بيقراها بتثبت في دماغه على طول ويفضل فاكرها دايما. وآخر شخصية في العيلة دي الأخت الصغيرة جدا ساني، وكانت هوايتها الوحيدة عض الحاجات اللي حواليها. وفي يوم كانوا الثلاث اخوات على الشط وجالهم مستر بو محامي العيله، وقال لهم ان ابوهم وامهم للاسف ماتوا في حريقه كبيره حصلت للقصر بتاعهم اللي اتدمر كله. وبيرجعوا للقصر بتاعهم وبيكون فعلا اتدمر تماما، وبيتقال ان سبب الحريق انكسار الضوء على ازاز الشباك، ومن هنا بدات النار تاكل البيت كله. وبياخدهم مستر بو في عربيته يقول لهم ان واجبه القانوني ان يحمي فلوسهم لغايه لما يوصلوا السن القانوني، وبعدين يتصرفوا فيها زي ما هم عايزين. وبيقول لهم بو ان هياخدهم يعيشوا مع قريبهم اللي اسمه كونت اولاف، وبيكون اولاف ده شغال ممثل. وبيوصلوا لمكان بيت اولاف، وبيكون في بيت جميل جدا وفيه شجر وورود كتير قدامه، بس بتكون المفاجاه ان ده مش بيت اولاف، وبيكون بيت اولاف بيت مرعب جدا، والجنينه بتاعته شجرها ناشف وشكلها مخيف. ولما بيدخلوا جوه بيكون البيت مظلم وشكله مش مريح، وبيرحب بكونت اولاف بيهم في بيتهم الجديد، وبيكون كاتب اساميهم على ايده علشان مش معارفهم ومش مهتم اصلا يحفظ اساميهم. وبيقول اولاف لبو انه سعيد جدا بتربيه الاطفال، وبو بيقول ان يوم الخميس هيكون في جلسه في المحكمه علشان يبقى وصي رسمي على الاولاد. وبعد ما بيمشي بو بيقول لهم اولاف ان بيته متواضع بس قريب جدا هيكسب ثروه ضخمه، وبيوريهم البيت بتاعه اللي واضح انه مش مهتم بيه ولا بنظافته، وبيوريهم الاوضه بتاعتهم اللي هيناموا فيها، ويقول لهم يناموا دلوقتي على الرغم ان الدنيا لسه نهار. وبيكون الاطفال مش مستريحين للكونت اولاف، وبيطلب منهم اولاف عدد كبير من الاعمال المنزليه زي غسل الاطباق وتنظيف البيت وغيرها. وبيجيب اولاف زمايله في الفرقه المسرحيه للبيت، ويطلب من الاولاد انهم يحضروا ليه والضيوف العشاء، وبيروحوا المطبخ اللي بيكون قذر جدا وفيه حشرات، ومش بيلاقوا غير حبه مكرونه موجوده في الادراج، فيجمعوا المكرونه ويعملوا سلك الشباك مصفى، وبيجيبوا حاجه زي فازه كبيره علشان يطبخوا فيها الاكل، ويحطوا الاكل على الترابيزه. بس اولاف بيتضايق من كلاوس وفوليت علشان عملوا مكرونه وما عملوش لحمه، ويقول لهم يحمدوا ربنا عشان خلاهم يعيشوا معاه في بيته، وبيقول ان اول ما يبقى الوصي عليهم هياخد الفلوس اللي سابها لهم ابوهم وهيفضلوا يخدموه برضه. وبيقول له كلاوس انه مش هياخد منهم ولا مليم، وانهم مش هيخلوه الوصي عليهم. وبيطلع الاطفال لغرفتهم، وبيكون كلاوس بيفكر يمشي من المكان ده ويرجع لبيتهم المحروق. وبيكون الاولاد قلقانين على حياتهم مع اولاف علشان بقى واضح ليهم ان كل اللي همه الفلوس بتاعتهم. وبتحكم المحكمه بان اولاف هو الوصي الرسمي على الاولاد الثلاثه، وهم مروحين بياخدهم اولاف في عربيته وبينزل علشان يشتري لهم مشروبات غازيه، وبيقفل عليهم ابواب العربيه، وبتلاقي فوليك كتاب عن قوانين الميراث، وبيكون في الكتاب ورقه فيها مواعيد. وبيكون اولاف وقف العربيه على قضبان القطر، وبتكون المواعيد المكتوبه على الورقه دي مواعيد القطر، وبيكون القطر خلاص على وصول ليهم. وبيفضل اولاف في الكشك بيجيب المشروبات، وبيعرف ان القطر قرب لما ازايز المشروبات تبدا تتهز جامد. وفوليك بتسال كلاوس عن المعلومات اللي قراها قبل كده عن القطورات، فيقول لها انهم لو قدروا يوصلوا لدراع القضبان هيغيروا طريق واتجاه القطر فيبعد عن اتجاه عربيتهم، وبيكون دراع القطر بعيد عنهم، فتفك فوليت جلد الكراسي وتعمله كانه حبل، وبتاخد السوسته اللي موجوده في كراسي العربيه وبتدخل الحبل في السوسته، وتقدر فوليت انها تحدف الحبل على دراع القضبان بسبب السوسته اللي خلت الحبل يوصل لبعيد. ويمسك الحبل فعلا في دراع القضبان وبيشدوا الحبل جامد فتتحرك الدراع، وفعلا بيتغير اتجاه القطر بعيد عن العربيه. وبيتصدم اولاف لما القطر ما يخبطش العربيه. في الوقت ده بيوصل بو المحامي وبيشوف الولاد لوحدهم في العربيه، وبتكون ساني قاعده على كرسي السواق، فيحس بو ان اولاف غير امين على الاولاد، فيسحب منه الوصايه عليهم وياخد شنطهم من عربيه اولاف، وبيتحركوا بعربيه بو علشان يودوهم للشخص اللي هيبقى الوصي الجديد عليهم. وبيكون الاولاد بيتمنوا ان الوصي الجديد يكون افضل من اولاف وما يحاولش يقتلهم، ويوصلوا لمستر مونتي الوصي الجديد عليهم، وبيكون شخص لطيف جدا معاهم، وبيكون عالم ومهتم بالزواحف وخصوصا التعابين النادره. وبيوريهم مونتي الزواحف النادره اللي عنده زي الكوبرا المراسين والضفدع اللي عنده 3 عيون، وبيوريهم تعبان اسود ضخم وبيقول عليه انه لطيف جدا ومش سام. وبيكون مونتي شخص لطيف جدا معاهم وبيعتبر الاولاد عيلته، وبيكون الاولاد سعيده جدا معاه وبيحبوه. بس للاسف السعاده مش بتستمر، وبيظهر اولاف وهو متنكر في شخص اسمه ستيفانو، وبيكون عايز يشتغل مساعد لمستر مونتي، بس بيقدر كلاوس وفوليت انهم يكشفوا تنكره. وبيكون مونتي محتاج مساعد بدل جورج المساعد بتاعه اللي اختفى، وطبعا اولاف بيكون هو السبب في اختفائه بعد ما ربط المساعد القديم في قطر. وبيفضل اولاف يتكلم مع مونتي عن الزواحف علشان يبان قدامه انه بيفهم في علم الزواحف، وبتحاول فوليت وكلاوس انهم يقولوا لمونتي ان الشخص ده شرير واسمه اولاف، بس ما بتجيش فرصه. وبيقدر كلاوس انه يكتب على جلد التعبان ان الشخص ده شرير، وبيقرا مونتي الكلام اللي على التعبان وبيقول لهم انه هيتصرف معاه ويبعدوا عنهم. بس تاني يوم الصبح بيكون مونتي مات، وبيقول اولاف ان التعبان الاسود هو اللي عضه، وبيقول محقق الشرطه ان باب القفص مفتوح والتعبان الاسود اختفى، فبيخمن ان مونتي مات بسبب عضته. وبتقول فوليت ان التعبان الاسود مش سام وحيوان لطيف زي ما كان بيقول مونتي، بتقول لهم ان الشخص ده هو اولاف، بس محدش بيصدقها لغايه لما ساني تروح وتقعد تلعب مع التعبان الاسود اللي كان مستخبي، بس التعبان مش بيعضها ولا يأذيها، فيتكشف اولاف قدام الجميع فيضطر انه
انه يهرب، وياخدهم بو علشان يوديهم للوصي الجديد. وبتكون المره دي الوصي عليهم واحده ست واسمها العمه جوزفين، وبتكون جوزفين عايشه في بيت غريب في جزيره صغيره، وبترحب بيهم جوزفين، بس بتكون شخصيه مضطربه بتخاف من كل حاجه لدرجه انها مش بتشغل الدفايه عشان خايفه انها تنفجر، وبتخاف تستخدم الثلاجه عشان ما تقعش عليها تموتها. وبتقول لهم ان جوزها مات بسبب تعابين اسمها العلق، وان التعابين دي بتعيش في الميه وبتشم ريحه الاكل عن بعد وبتهجم على الناس وتاكلهم. وبتخرج جوزفين مع الاولاد وبتكون خايفه من كل حاجه ماشيه حواليهم في الشارع. وبيقابلهم الكونت اولاف وهو متنكر في شخصيه صياد سمك، وبيقدر يجذب اهتمام جوزفين عن طريق انه يقول لها انه مهتم بقواعد النطق الصحيح زيها تمام، فتنبهر بيه جوزفين ويحاول الاولاد يعرفوها حقيقته بس ما بتسمعش ليهم. وبتعزم جوزفين اولاف على العشاء وبتخلي الاولاد يكملوا تسوق علشان يجيبوا الاكل اللي هيعملوه على العشاء. ولما بيرجع الاولاد لبيت جوزفين مره تانية بيلاقوا ازاز البيت مكسور، وبتكون جوزفين اختفت، وبيلاقي كلاوس رساله انتحار من جوزفين. وبيلاحظ كلاوس ان الرساله فيها اخطاء لغويه كتير على الرغم من اهتمام جوزفين بقواعد اللغه، فيخمن كلاوس ان الرساله دي فيها رساله مخفيه كاتباها جوزفين بشفره، ويقدر كلاوس انه يفك الشفره اللي في الرساله ويعرف انها مستخبيه في الكهف. وبتحصل عاصفه كبيره بتدمر البيت وبيحاول الاولاد يخرجوا منه، بس بتكون العاصفه قويه جدا. وبيفضل الاولاد لغايه لما الجو يهدى، بس بيلاقوا البيت اتدمر وبيكون في فراغ بين المكان اللي هم فيه وبين باقي البيت. وبتفكر فوليت في حل، وتقرر انها تحدف مرساه السفينه او الهلب ناحيه البيت فيتكسر الخشب فيميل البيت ويقدروا يخرجوا. وبينجحوا فعلا انهم يخرجوا من البيت قبل ما يقع اللي باقي منه، ويقرروا انهم يروحوا ينقذوا جوزفين علشان الشرطه مش هتصدقهم واولاف مش هيسيبهم في حالهم. وبيكون كلاوس قرا كتب عن الابحار فياخدوا قارب صغير وبيقدروا يوصلوا للكهف اللي مستخبيه فيه جوزفين. وبتكون جوزفين فعلا موجوده في الكهف ويحاولوا يقنعوها انها ترجع معاهم علشان ما يرجعوش تاني يعيشوا مع الكونت اولاف. وبينجح الاولاد في اقناعها وبترجع معاهم في المركب الصغير، بس بتهجم التعابين اللي اسمها العلق على المركب لان جوزفين كان معاها موزه واكلتها، فالتعابين شمت ريحه الاكل وبتفضل التعابين تاكل الخشب بتاع المركب. وبيوصل اولاف وبياخد الاولاد قبل ما يغرقوا، وبيسيب جوزفين في القارب اللي هجمته التعابين فتغرق جوزفين. وبيجي مستر بو محقق الشرطه فيعمل اولاف نفسه بينقذ الاولاد من الغرق ومن التعابين، ويقول لهم انه عرف ان الاولاد في خطر فجاء عشان ينقذهم. فيقول بو انه غلط في حق اولاف ويرجع ليه الوصايه على الاولاد، بس بو بيقول لاولاف ان القانون بيقول انه مش هيورث اي حاجه لو حصل حاجه للاطفال او ماتوا، وان اللي هيورث في الحاله دي الازواج لو كانوا متزوجين. فيغير اولاف خطته ويقرر انه بدل ما يقتل الاولاد وما يورثش حاجه ممكن يتجوز فوليت، ويعزم اولاف بو على مسرحيته الجديده. وتكون المسرحيه من ضمن احداثها ان اولاف يتجوز فوليت، وبيجيب اولاف واحده شغاله قاضيه علشان يبان ان احداث المسرحيه حقيقيه، ويضحك على القضيه ويوهمها انه عمل كده علشان المصداقيه. بس بيكتشف كلاوس وفوليت الخدعه، وان المسرحيه دي الغرض منها انه يتجوز فوليت رسمي علشان ياخد الفلوس والثروه. وبيهدد اولاف فوليت انها لو ما وافقتش قدام القاضيه هيموت ساني اختها اللي خطفها وحطها في قفص فوق مكان عالي. وتضطر فوليت انها توافق علشان ساني اختها، وتبدا المسرحيه او مراسم الجواز، وبتتمم القضيه مراسم الجواز، وبتضطر فوليت على الموافقه. وللاسف بتمت فوليت على وثيقه الجواز، وبيكون كلاوس وصل لساني اخته وبيحاول ينقذها. وبيكتشف كلاوس ان اولاف سبب الحريقه اللي حصلت لبيتهم، وان هو اللي قتل عيلته لانه عامل عدسه عملاقه بيجمع بيها ضوء الشمس علشان يعمل حرائق لاماكن تانية. وبتحاول فوليت انها تشرح للموجودين ان اللي حصل ده ما كانش مسرحيه، وان اولاف خاطف ساني اختها، بس ما حدش بيصدقها. فيمسك اولاف وثيقه الجواز ويقول ان خلاص اتجوزها رسمي وقانوني. وبيستغل كلاوس العدسه الضخمه وبيجمع ضوء الشمس عليها ويقدر يحرق وثيقه الجواز اللي في ايد اولاف. فيهجم الناس على اولاف ويقبض محقق الشرطه عليه وبيتحكم عليه بالسجن. بس قبل ما يتسجن حكم عليه القاضي انه يعاني من كل المخاطر اللي يعاني منها الاولاد، زي ان هو يقعد في بيت بيكون خلاص هيقع، ويقعد في قارب صغير ويهاجمه تعابين العلق، ويقعد في العربيه وبيكون خلاص القطر هيصدمه. وبيكون الاولاد في عربيه مستر بو مره تانية ويروحوا يعيشوا مع الوصي الجديد عليهم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.